تريزيجيه كان ليه تصريح بيقول انا هرجع النادي الاهلي عشان اصنع تاريخ وانا واقف على رجلي. سيبك من الانانيه بتاعته دلوقتي وسيبك من فلوس السعوديه، وازاي تحول تريزيجيه من لاعب سوبر للاعب بيهاجمه الجمهور وفاقد الثقه في نفسه والجمهور فاقد الثقه فيه. هل تريزيجيه اللي صنع الازمه بنفسه ولا الاهلي اللي صنع الازمه لما فضله على زمايله من اول يوم وخلى عقده معدي ال 2.5 مليون دولار في الموسم الواحد وعقده كان 5 سنين؟ يعني تريزيجيه دخل الاهلي وهو شايف نفسه هو منقذ الفريق في ظل وجود نجوم كبيره كانت شايله الفرقه من قبل ما هو ما يكون موجود، ولا الاداره هي اللي فرضت عليه ان هو يكون المنقذ للفريق لما خلت عقده معدي كل نجوم الفريق هو وزيزو طبعا؟ وده يمكن يكون هو اللي خلى تريزيجيه لاعب مضغوط ان هو شايل الفريق، وان ده سبب كمان ممكن يكون مؤثر عليه ان هو يكون اناني دايما. مش هختلف معاك طبعا ان تريزيجيه عنده حماس وجرينتا غير طبيعيه طول الوقت في الملعب. عشان كده ممكن ابقى مش عارف مين اللي حط نفسه في الضغط، هل اداره الاهلي هي اللي حطت تريزيجيه في الضغط وولعت في اوضه اللبس لما خلت تريزيجيه افضل من اي لاعب موجود في الفريق، ولا تريزيجيه نفسه هو اللي حس بكده واعتقد ان هو النجم الاول والاخير، ومن هنا اللاعب ضغط نفسه ما بقاش يأدي بالشكل المطلوب منه والشكل الجماعي مع كل اعضاء الفريق. طب هل اداره الاهلي غلطت لما حاولت تصلح غلطها القديم وتنزل بسقف المرتبات؟ ده ما عجبش تريزيجيه طبعا بعد ما تنزل عن ملايين كتيره جدا قبل ما يجي الاهلي اصلا من السعوديه، وانت دلوقتي طالب منه ان انت تعدل له عقده وتنزل بيه تاني. طب ولكن المره دي مع الضغط اللي بيتعرض له اللاعب مش هيوافق، وهيبقى ده المنفذ الوحيد ان هو يخرج للسعوديه. النتيجه طبعا ان لاعب كان راجع لك بطل سوبر ستار ودلوقتي الجمهور منقسم عليه. والسؤال ليك انت دلوقتي، لو كنت مكان الاداره كنت هتتمسك بتريزيجيه ولا كنت هتوافق على رحيله؟ ومين اللاعب اللي ممكن يعوض مكان تريزيجيه الفتره اللي جايه؟